السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، كل سنة وانتم طيبين. خلص العيد بقى، والنهاردة عايزين نعمل اكلة اقتصادية جميلة كده موفرة. هنعمل كشري الحلة الواحدة. كشري الحلة الواحدة يعني انا هستخدم فيه حلة واحدة بس، مش هستخدم ولا هسلق مكرونة ولا هستخدم كذا حلة، هي حلة واحدة بس اللي هي الحلة دي. طبعا في الاول هنعمل البصل. قبل اي حاجه هنعمل البصل بتاعنا. انا مقطعه البصل اهو زي ما انتم شايفين، مقطعه البصل زي ما انتم شايفين، جوانح بقى، اي حاجه زي ما تحب. على العين التانية عشان الفيديو بس ما يطولش عليكم، واحط عليه الزيت واحمر البصل. وعلى بال البصل ما يتحمر هنعمل بقى مع بعض الكشري بتاع الحله الواحده زي ما انا قلت لكم كده. اول حاجه بعملها في كشري الحله الواحده هتكون ان انا احط حوالي 3 معالق زيت في الحله بتاعتي. ادي 3 معالق زيت زي ما انتم شايفين كده في الحله، على بال البصل بتاعي ما يتحمر. اول حاجه بعملها هحط نص كوبايه شعريه. هنزل بنص كوبايه شعريه، دي اول حاجه. نص كوبايه الشعريه ده احمره كويس جدا. طبعا بقى احنا طالعين من العيد، على بال ما الشعريه كده تتعمل هدردش معاكم. واحنا طالعين من العيد مش قادرين نعمل اي حاجه، ولا قادرين نغسل حلل، ولا نعمل اكل، ولا قادرين حتى نقف على رجلينا. فاحنا ايه، هنحاول نختصر على قد ما نقدر، وهنعمل اكل كده سهل واقتصادي في نفس الوقت، وما يتعبناش قوي عشان ايه حكايه المواعين والحاجات دي. فانا النهارده قلت اعمل ايه كشري الحله الواحده. طبعا انا حطيت الشعريه اهي تتحمر، طبعا على قد عدد اللي هياكل، يعني مش بمقادير محدده، بنظرك كده حسب انت عارفه مين اللي هياكل وكم واحد وكده. انا اول حاجه نزلت بنص كوبايه شعريه. وبرده وانا بعمل كده هقلب البصل بتاعي، وهحط للبصل بتاعي ده عشان ينشف ويبقى حلو هحط له سنه ملح، حاجه بسيطه كده من الملح هحطها، حبه ملح صغيرين. طبعا زي ما انتم شايفين انا التقليه بتاعه البصل بتاعه الكشري عاملاها ببصل ابيض. البصل الابيض حلو جدا في التقليه بتاعه الكشري، لانه ما بيبقاش فيه ميه كتير، فما بيغلبكيش قوي في التحمير، غير البصل الاحمر بيبقى فيه ميه كتير. هنا الشعريه اتحمرت اهي. بعد كده هنزل بقى بايه، هنزل بكوبايه عدس. كوبايه العدس الجبه دي انا منقياها وغسلاها ونقعاها في الميه ساعه. يعني احنا في الكشري ده مش هنسلق العدس، زي ما انتم شايفين العدس بتاعي اهو منقوح لمده ساعه ومغسول وزي الفل، والحبايه بتاعته كبرت اهي، ويعتبر يعني ثري شويه من الميه. بعد كده لما الشعريه تاخد اللون ده هنزل بالايه، بالعدس. لما هنزل بالعدس بقى هسيبه شويه ياخد من الزيت اللي انا حطاه. يعني عايزه كل حبايه عدس تتغلف بالزيت اللي هو في الحله ده مع الشعريه. هقلب فيه شويه، مش هحط الميه دلوقتي، هقلبه شويه عشان يتغلف بالزيت. وطبعا في الاثناء دي هحط له بقى حبه كمون، هحط له شويه كمون كده، وكمان هحط حبه ملح. يبقى انا حطيت كمون وحطيت ملح، وهستمر برضو في التقليب. طبعا العدس الكشري ده سريع جدا جدا واقتصادي، ومش هياخد وقت معاكي خالص خالص، وهيعجبك.
انا الكشري ما بحطلوش، ساعات ما بحطلوش رز وساعات بحط له. انا النهارده مش هحط له رز. لو انت عندك شويه رز بشعريه من امبارح مثلا ممكن الاخر تحطيهم. انا ممكن ما احطش رز خالص، ولو عندي حبه رز بشعريه ممكن احطهم في الاخر بعد ما يستوي. لو عندي حبه رز بشعريه من امبارح مثلا ممكن احطهم. زي ما انتم شايفين كده انا بقلب فيه على طول، ادي فيه عشان ما يلزقش في الحله، عشان احس ان هو كله ايه، شرب من الزيت وخد اللمعه دي. بعد كده زي ما انتم شايفين اهو برضو بنقلب البصل معانا على العين التانية. بعد كده هنزل بالمكرونه، المكرونه السباكيتي ومعاها مكرونه صغيره مقصوصه، يعني دي مكرونه سباكيتي ومعاها كمان مكرونه صغيره مقصوصه. هنزل بيها بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين الكشري اتشرب اهو، شايفين وشرب الميه. هوطيله بقى خالص.